وصفة حلا رمضاني سهلة واقتصادية بدون فرن، سريعة وبتتاكل على البارد مع صوص الشوكولا اللي بيطلع معي بكمية وفيرة بمكونات اقتصادية رح تناسب كل الأذواق، خفيفة على المعدة خاصة خلال شهر رمضان المبارك. تابعي معي لتشوفي المكونات. الطبقة الأولى كتير سهلة، هي عبارة عن أي بسكويت سادة موجود عندك بالبيت أو بتفضلي أو بترغبيه. حسقيها أو غطسهم بخليط من الماء والنسكافيه الغير المحلى بهذا الشكل لحتى كون أول طبقة. وأنا بنصح إنها تكون هاي الطبقة مدوبلة ومتربلة، حتى يعني أنا سمكتها، يعني بدل ما أحط طبقة بسكوت وحدة حطيت أكتر من طبقة، كتير حتتكون طيبة. وللناس اللي ما بيحبوا مرارة النسكافيه تكون واضحة، فيكن تحلوا إذا حبيتوا النسكافيه وتحطوا بهذا الشكل. أما أنا بحبها تكون النسكافيه طعمتها واضحة فيه. الطبقة الثانية كتير سهلة وبسيطة، هي عبارة، أنا عملت كمية كبيرة ل3 صواني، بس إذا أنت بدك تعملي كمية صغيرة هي عبارة عن ملعقة حليب بودرة، ملعقة سكر، ملعقة نشا، وكوب مي، والكاكاو حسب الرغبة. طبعا أنا هون حطيت ل6 ملاعق حليب، حطيت لهم ملعقتين كاكاو خام لأني حضيف أيضا الشوكولا اللي حتعزز النكهة. وخفقت المزيج بهذا الشكل على البارد قبل ما أحطه على النار، واستمريت بالخفق على النار لحتى سمك عندي المزيج بدون ما أشيل إيدي لحتى ما تتكتل. بعد ما طفيت تحته حطيت شوكولا كمان، قد ايه انتم بترغبوا تكون حلوة او ما حلوة، هذا الشي بيرجع لكم، حتى الكمية بترجع لكم كمان. حطيتها فوق الطبقة الثانية بهذا الشكل هي وسخنة، وصارت الصوص ينزل ويتغلغل بقلب طبقات البسكوت رح تعطي كتير شكل حلو وطعمة طيبة. هلا رح اترك الصينية على جنب لحتى تبرد هيدي الطبقة، لحتى انا بكون هيك عم حضر الطبقة الثانية. طبعا ما ننسى احبابي هاي الوصفة بتتقدم على البارد وما بتتاكل الا باردة. هون جبت علبة كريمة تقريبا، خفقتها، هي كريمة سائلة، فيكن انتو كمان في منكم بيحب انه كريمة تكون بودرة وبيعمل لها اضافات. انا هون جبتها سائلة لسهولة الاستخدام، بس خفقتها وحطيتها بعد ما بردت الصينية على وجه الصينية، حطيتها بشكل انه يكون كل اطراف الصينية نفس الارتفاع ومتساوي الارتفاع بكل اطراف الصينية. بعد هيك احبابي في طبقة من الكاكاو الخام رح احطها فوق الصينية، كتير بتعطي نكهة وبتعزز نكهة الكاكاو، كتير طيبة. ان شاء الله الف صحة وهنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم. بنصحكم تجربوها، صدقوني صدقوني كتير طيبة، كتير خصوصي على البارد، يعني كل ما كانت باردة كل ما كانت اطيب. بتمنى انكم تتابعوني وتحطوا لايك للفيديو، انا برحب بتعليقاتكم السلبية منها والايجابية. وان شاء الله الف صحة وهنا يا رب، وينعاد عليكم شهر رمضان الكريم. باي باي.